جريمة النهاردة واحدة من أبشع الجرائم المصرية لما قدرت زوجة إنها تتجرد من كل مشاعر الإنسانية وتقتل جوزها وتقطع الجثة وتحرق البيت، وفوق ده كله بلغت عن جوزها إن هو اللي حرق البيت بسبب خلافات بينهم. بتبدأ القصة في واحدة من قرى الصعيد لما تقدم شاب اسمه أمين علشان يخطب بنت اسمها سميحة، وسميحة كانت مبسوطة زي كل البنات واتجوزوا وعاشوا مع بعض فترة كويسة من غير أي مشاكل. أمين بيشتغل في الأرض والرزق على قدهم وعايشين حياتهم عادي، وخلفوا الطفل الأول والتاني لحد ما جه الطفل التالت، ومن وقتها وبدأت المشاكل المادية تظهر عليهم وبدأت الخلافات تكتر بسبب إن مفيش فلوس والمصاريف كتير. وأمين زي أي راجل بيحاول إنه يوفر في المصاريف ويدور على شغل إضافي يزود بيه رزقه، لكن الموضوع كان صعب وما كانش عارف يتصرف، فقرر إنه يحاول ما يصرفش فلوس على القهوة والحاجات دي، ولما يحب يغير جو كان بيبعت يجيب صاحبه المقرب عاكف علشان يجي يقعد معاه في البيت شوية. وفعلا بقى يجي عاكف على البيت عند أمين، ولاحظ إن في مشاكل بينه وبين سميحة بسبب الفلوس، وكان شايف إن الأوضاع بينهم متوترة كل يوم عن اليوم اللي قبله، لحد ما في يوم عرض عاكف على أمين إنه يجيب له شغل في الشركة اللي بيشتغل فيها في السويس، وهي شركة أسمدة كبيرة، وساعتها هيكون له مرتب ثابت ويقدر يعيش منه. وطبعا العرض ده كان مغري لأمين وسميحة ووافقوا على طول، وقرروا إنهم ينقلوا حياتهم للسويس علشان يكون أمين وأسرته جنب الشغل. لكن الحقيقة إن عاكف ما كانش بيساعد أمين علشان بيحبه هو، ده كان عايز يقرب لسميحة اللي عجبته لما بقى يروح البيت كل شوية ويشوفها، وبقى يستغل إن أمين بيتأخر في الشغل لأنه بيشتغل حارس للشركة، وبقى يطلع علشان يشوف سميحة ويطمن عليها، لحد ما بدأت سميحة هي كمان تتعلق بيه. لكن الموضوع زاد عن حده، والناس بدأت تسأل عن سبب زيارات عاكف المتكررة دي، والأخبار وصلت لأمين، لكنه ما كانش مصدق إنه ممكن تكون في حاجة بين مراته وصديقه المقرب، وكان بيكذب كل الأخبار دي، بس برضه الشك فضل يكبر جواه لحد ما في يوم قرر يرجع من الشغل بدري. ولما دخل البيت لقى سميحة وعاكف قاعدين بيتكلموا مع بعض في الصالة، وساعتها راح أمين واتخانق مع عاكف وقال له ما تجيش البيت ده تاني من غير إذني ولازم أبقى موجود، والاتنين اتخانقوا مع بعض وأمين طرده في الآخر. بعدها اتخانق مع سميحة وضربها وقال لها لو الموضوع ده اتكرر تاني هطلقك، وسميحة كانت بتحاول تبرر وبتقول له إنه كان بيجي يطمن عليا أنا والعيال علشان لو عايزين حاجة وإنت مش موجود، وكان في بينا شغل أنا وهو ومصالح وبنحاول نزود الدخل بتاعنا. لكن طبعا الكلام ده كله ما كانش مقنع لأمين، فقررت سميحة إنها تسمع كلامه. بس المشكلة إن سميحة حست من جواها بالحقد من أمين، وقررت إنها تتخلص منه علشان يخللها الجو مع عاكف، لحد ما جه اليوم اللي صحيت فيه سميحة من النوم وقررت إنها تنفذ الجريمة بتاعتها، وحطت منوم في الأكل لجوزها ولولادها، وده نفس المنوم اللي كانت بتستخدمه لما عاكف كان بيجي يزورها، وكانت بتحطه لولادها علشان ما يحسوش بيهم. وأول ما ناموا كلهم جابت الساطور وبدأت تقطع في أمين لحد ما قطعته ل20 قطعة وحطتهم في أكياس قمامة. ولما ولادها صحيوا وسألوا على باباهم قالت لهم إنه مسافر كام يوم علشان الشغل، وهي هتسافر القاهرة علشان تزور خالها المريض، وقررت إنها تبعت ولادها عند أختها علشان ما يقعدوش في البيت لوحدهم، وده طبعا لحد ما تشوف هتعمل إيه. وبالليل بعتت لعاكف علشان يجي يزورها، وأول ما جه قالت له على كل اللي عملته وهي فرحانة لأن كده العقبة اللي كانت واقفة في طريقهم ما بقتش موجودة. لكن عاكف كان خايف وضربها وقال لها إنه مش عايز يعرفها تاني وسابها ومشي وهو مرعوب. وسميحة ما بقتش عارفة تعمل إيه، ما هي كانت فاكرة إن عاكف هيساعدها وهيداري عليها، لكن عاكف قال لها أنا ماليش دعوة واتصرفي انتي. فقررت تتصرف وولعت في البيت كله علشان تخفي أي آثار للجريمة. لا، ومن جبروتها بلغت الشرطة وقالت إن أمين هو اللي ولع في الشقة
بسبب خلاف حصل بينهم هما الاتنين، وهي كانت هتموت بس قدرت تهرب في آخر لحظة، وقالت لهم إنها مش عارفة أمين راح فين دلوقتي. ولما جت المطافي علشان تطفي الحريقة اكتشفوا كف إيد خارج من واحد من الأكياس وهو مش محروق، وده كان الخيط اللي فضح سميحة، لأن الشرطة عرفت بالجريمة وعرفوا إن اللي عمل الحريق ده كله كان هدفه الأساسي إنه يداري على آثار هو اللي عاملها بنفسه. وطبعا عرفوا إن كف الإيد ده الأمين، ولما قبضوا على سميحة وعاكف اعترفوا هما الاتنين بالجريمة، وحكت سميحة على كل حاجة، وفي الآخر اتحكم عليها بالإعدام بعد ما عملت واحدة من أبشع الجرائم في مصر، واتقال عليها المرأة الشيطانة لأنها أول واحدة تفكر في فكرة إنها تقطع جوزها وتحطه في أكياس قمامة. وبس خلاص، أشوفكم القصة الجاية.